ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا تالين. جيت النهارده اخدكم جولة جوه بيتي. تعالوا نتفرج مع بعض على كل ركن في البيت. اول حاجة البارك، وده مكان الراحة بتاعتي واللعب والحب والسعادة بتاعتي بتبقى هنا. يلا بينا نكمل الجولة وندخل على البيت. قبل ما ندخل على البيت كنت عاوزة اوريكم الخيمة بتاعتي الجميلة دي. بقعد فيها كتير قوي، لما صحابي بيجوا بنقعد فيها مع بعض وبنلعب فيها مع بعض. اول ما تدخلوا هتلاقي الريسبشن بتاعي. انا بحب المكان ده جدا عشان لما العيلة بتيجي بتقعد هنا، وبحب الكنبة دي علشان مريحة ولونها ناعم كده ومريح. ولما بنقعد هنا ونلعب مع بعض بحس براحة كبيرة قوي. بحب المكان ده قوي قوي عشان لما العيلة بتيجي فيه بنتجمع فيه كلنا. وبصوا هنا دي الترابيزة الكبيرة، بحب ازينها كل اسبوع بشكل مختلف. مرة احط عليها ورد ومرة شموع. بحب المكان ده جدا، احلى ريسبشن وبحبه جدا. بصوا هنا كمان دول اجمل كرسيين في البيت. حبيت اختار لونهم ابيض، حسيته هادي وجميل ومريح كده للضيوف. ده مكان مخصوص للضيوف الخاصة عشان هادي، مش اي حد بيقعد هنا. المكان ده بيبقى فيه طاقة حلوة، وكل حاجة في المكان ده بحبها جدا. بسميه ركن الأحباب عشان اللي بحبهم بس اللي بيقعدوا هنا. أما المكان ده فهو ركني السحري. في كرسيين صغننين كده حبيت أحطهم تحت الشجر، وفي كرسي كمان للبيبي عشان لما يكون بيبي قاعد معانا ما يحسش بالزعل ويقعد على الكرسي بتاعه. المكان ده بحبه جدا عشان الأشجار اللي فيه وبحس فيه بهدوء. يلا بينا نكمل الجولة بتاعتنا ونروح على أوضة الضيوف. ودي بقى أوضة الضيوف، أي حد بيجي عندي بقعده هنا على طول. بحب أخليها مرتبة ونضيفة دايما علشان لما حد يجيلنا تكون جاهزة، وتكون جاهزة لأي زيارة من الزيارات في أي وقت. ويلا بينا نكمل الجولة. أما دي بقى أوضة الأكل، بناكل فيها ولما الضيوف بيجوا بنأكلهم فيهم. ويلا نكمل الجولة ونروح للطابق التاني.